يا ايوب احمد اول مره هذه اول لاعب يمني اول مره رغم ان الفريق معروف كان دربوا يمكن دربوا اللاعب عبد الرزاق خيري هو السويق العماني. اللاعب احمد عبد الحكيم الصوري هو عنده 22 عام جناح ايمن ولاعب دولي يمني. نتمنى انه يكون فال خير على فريق شباب محمديه اللي تيواصل الاستعدادات ديالو ايوب للماتش ديال الدوره الاولى من بعد 13 عام ديال الغياب على القسم الوطني الاول. مش غيلعب الدوره الاولى من البطوله الاحترافيه القسم الاول ضد المستضيف ديالو المغرب التطواني نهار الجمعه مع 5:30. في الغالب ايوب ما غيتلعبش في ملعب صيد الرمل. كاين كلام بانه يتلعب في ملعب البلدي بقريطره ولكن باقي ما تاكدناش. اخر ماتش ودي كان لعبوا ضد فريق الراسينغ البيضاوي واللي سلب 1-1 الهدف ديال شباب محمديه سجلوا الهداف اسامه الملوي. البرنامج التدريبي ديال قبل هذا الماتش الاول ضد المغرب التطواني كبدا نهار الاثنين في الملحق ديال ملعب البشير. الحصه اللي خدم فيها الطاقم التقني مع اللاعبين على لانيماسيون ديفونسيف وكيفاش يواجهوا الهجوم ديال فريق المغرب التطواني رغم انه بغاو يبحثوا انهم يشوفوا شي ماتشات ديال المغرب التطواني ولكن تعدى عليهم داك الشيء يعني بداو تيبحثوا في اللعابه اللي خدوا تطوان باش تلعب الموسم الماضي. اليوم كانت حصه مع 10 ديال الصباح من بعد ما كانت حصه ديال لانيماسيون ديفونسيف. هذه الحصه كانت على اللاعبين على التنشيط الهجومي وكيفيه اختراق الدفاع وتنعرفوا ايوب القوه ديال الهجوم ديال الشباب بوجود كل من خالد حشاد. شوف لاطاك مزيان صراحه ولكن خاص يلقاو حل العام الجاي لا ديفونس اللي كان غيضيعهم بزاف ديال لي بوين العام اللي فات. انا نعطيك كل شيء بالديتاي يا ايوب. كما قلنا في الماتشات الوديين هاد 11 ماتش اللي لعبات شباب محمديه ماركاو 13 بيت. يعني الهجوم كان في مستوى انهم ما تشجع عليهم بزاف الماتش البيوتا يعني تقريبا تشجع عليهم في هاد 11 ماتش تشجع عليهم تقريبا 5 البيوت. كما قلنا اليوم غيكون اللي كانت حصه مع 10 على التنشيط الهجومي وكيفاش اختراق الدفاع وكيفاش غيول يدير التوليفه في الهجوم واش يبدا بكمال القرع وصلاح الدين اشاره اللي كانوا معاه في القسم الوطني الثاني ولا يبدا بخالد حشادي واللاعب محمد المرابط. احنا غنشوفوا التشكيله المحتمله. الاربعاء غتكون حصه مع 5:15 ملعب البشير والحصه غتكون ايوب الخدمه هذه المره على الضربات الثابته لي كورنر لي كوفرون كيفاش الاستغلال ديالها من طرف المهاجمين وكذلك المدافعين. المهمه غتكون صعيبه عند المدرب امين بن هاشم والطاقم اللي معاه باش يديروا التشكيله الرسميه اللي غتلعب ضد المغرب التطواني. شنو هما الاختيارات اللي كاينين؟ الاختيار انا نقول لك الاختيار عاب في البوطو ايوب. اسمع الاسماء يوسف المطيع المهدي الحرار وياسر الحظ. ذاك العام يوسف المطيع دار الطف مع الاتحاد البيضاوي. مهدي الحرار كان من صناع الصعود للقسم الوطني الاول وكذلك ياسر الحظ كان في البدايه هو اللاعب هو الرسمي لا مع المدرب الايطالي سيموني ولا مع الفرنسي رودريغيز ولكن ملي جاء امين بن هاشم ولا المهدي الحرار هو اللي في البوطو. في الدفاع كاين تبارك الله لاعبين بزاف ايوب. كاين ايوب بوشتا في لاريال غوش كاين زكريا ناسي في لاريال غوش ايوب طين كاين في لاريال دروا في لاكس سونترا كاينين بزاف لعابه. كاين ايمن الديراني عبد الحق العسال كاين بوطوي كاين عبد الله غراف يعني باش يلعبوا في الماتشات ميكال بعض المرات يلعب بوطويل والعسال بعض المرات يلعب العسال وايمن الديراني. غنشوفوا يعني لاكس سونترا شنو غيكون فيه. وسط الميدان ايوب عديده فيصل الحدادي اسماعيل مترجي ايمن مريد مروان زيلا اشرف غريب. على العموم وسط الميدان غيبدا بعديده ضروري الكابيتان دي كيبدا الفرقه مع مروان زيلا واسماعيل مترجي. الهجوم كاين خالد حشادي المرابط كمال القرع صلاح الدين اشاران حمزه الواسطي عبد الحكيم السروري واسامه المليوي هداف ديال فريق الاتحاد البيضاوي. يعني صعيبه ايوب باش نعطيو ال11 ديبار باش غيبدا فريق الشباب محمديه وهذه الصعوبه اللي غتخلي امين بن هاشم. ولكن الفكره الاولى غتبان مورا ماتش تطوان غادا تبان لك الصوره تما غتبان الصوره ايوب عندك صح. يعني ال11 ديبار باش غيبدا امين بن هاشم كونتر تطوان نهار الجمعه مع 5:30 غتبان لك الملامح ديال التشكيله الرسميه باش غيبدا ديما الا كانت نتيجه ايجابيه خويا ايوب. هذه الاخبار ديال فريق شباب محمدي كما قلنا البارح ختم الميركاتو بتوقيع محمد رحيم تسليم رحيم لاعب سابق ديال فريق الاتحاد البيضاوي شباب محمديه وفريق الوداد الرياضي 4 المواسم مع فريق الوداد البيضاوي
وانتداب الاخير السوق اليمنيه جات عندنا البلاد ايوب. احمد عبد الحكيم السروري 22 عام جناح ايمن، وكان يلعب في فريق معروف في عمان هو السويق العماني خويا ايوب. نتمنوا التوفيق لهذا اللاعب احمد السروري مع الفريق ديال شباب محمديه، لاعب اللي كتعتبر واعد، عنده 12 مباراه دوليه رغم انهم مواليد 98. لاعب اللي لعب مع الاهلي صنعاء ولعب في الدوري القطري وبخي مشى للسويق العماني. استمعوا لمحمد امين بن هاشم مدرب محمديه في التصريح البارح لراديو ماسك كيتكلم على اول مباراه كونتر المغرب التطواني. اليوم بدينا لا بريمير سيون ديال هاد لا سيمين، خدينا فكره على المغرب التطواني، ولو انه كيف تعرف في الماتش الاول ما كانوش دي ماتش تيليفزيوني باش نعرفوا، مي على حسب المعلومات اللي بحثنا عرفنا الطريق ديال المغرب التطواني. حاولنا اليوم نخدموا كيفاش غادي نواجهوا الفريق دي بوين فور ديالو اللي حاولنا نوصلوا لهم بلوس لي بوين فيبل ديالهم، والطريقه ديال اللاعب اللي كيعتمدوا عليها. بدينا اليوم العمل ديالنا بلانيماسيون ديفونسيف كيفاش غادي نواجهوا الفريق. غدا ان شاء الله غادي نحاولوا باش نلعبوا ندوزوا لانيماسيون اوفونسيف كيفاش يمكن لنا نختاروا الدفاع ديال المغرب التطواني وكيفاش نخلقوا لو ديزيكيليبر. وابري دوما ان شاء الله غادي يكون الاستراتيجي بالاريتي لانه حتى هما مهمين في كره القدم. ومن بعد ان شاء الله يوم الخميس غادي نمشيو لتطوان. المشكل هو مازال ما عرفناش الملعب اللي غادي نلعبوا فيه، واش غنلعبوا سور سينتيتيك واش غادي نلعبوا سور غازون ناتوريل، هذا اللي مازال كنفكروا فيه.